إحصائية صادمة. في عام 2025 يتربع حكيمي على عرش المدافعين الأكثر خطورة هجوميا، بينما يواصل محرز تألقه كأحد أخطر الأجنحة في عالم كرة القدم. المنافسة بين النجمين العربيين أشرف حكيمي ورياض محرز تتجاوز حدود المغرب والجزائر لتشعل حماس عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان. حكيمي، الظهير العصري الذي يجمع بين السرعة الصاروخية والقوة البدنية والتمريرات الحريرية. وفي المقابل محرز الفنان الموهوب الذي يراوغ بسحر ويسجل بإتقان. لكن السؤال يبقى: من سيكون صاحب البصمة الأكبر في 2025؟ الأرقام تتحدث بوضوح. حكيمي يتفوق بأكثر من 10 تمريرات حاسمة وأهداف مؤثرة في أهم البطولات. أما محرز فيبهر الجميع بمراوغاته الساحرة وأهدافه الحاسمة من الكرات الثابتة. في مباراة فاصلة هذا الموسم صنع حكيمي الفارق بتمريرة ذهبية في اللحظات الأخيرة، وبالمقابل سطر محرز اسمه بحروف من ذهب بهدف عالمي في نهائي تاريخي. باختصار، كلاهما يرفع راية الكرة العربية عاليا، حكيمي بسرعته وإبداعه من الخلف، ومحرز بلمساته السحرية وأهدافه الحاسمة. شاركونا رأيكم في التعليقات. من برأيكم سيكون نجم 2025؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة ومتابعة فيديوهاتنا القادمة عن مستقبل كرة القدم.